ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده عندنا موضوع جديد حابه ان احنا نتكلم فيه، والموضوع ده اعتقد ان احنا محتاجين نديله اهميه لان احنا مقصرين فيه شويه، والمفروض يكون هو اصلا اهم حاجه في حياتنا. موضوع النهارده عن ازاي نختار نفسنا وليه لازم نختار نفسنا. ليه موضوع النهارده مهم ولازم نتكلم فيه؟ لانه اعتقد كلنا او ممكن معظمنا، مش كلنا، بلاش نقول كلنا، بلاش نعمم، بنختار دايما ان احنا نوافق على حاجات احنا مش عاوزينها ومش بنحبها ومش هو ده هدفنا في الحياة. ممكن مثلا دراستنا، اهلنا كانوا عايزين يدخلونا حاجة احنا مش عاوزينها، ما بنختارش دايما الحاجة اللي احنا عاوزينها وبنوافق على اللي هم بيبقوا مختاروه لنا او مختارينه لينا. بلاش مختاروه لنا، ده كلمة غريبة جدا. دايما بنحط احتياجات الناس قبل احتياجاتنا، ودايما بنحطها كده قصاد عينينا ان هي اولويات الناس دايما اهم من اولوياتنا احنا الشخصيه. وبصراحه انا مش عارفه احنا ليه بنعمل كده في نفسنا. اعتقد ده بيبقى ليه علاقه ان احنا بنخاف من رفض الناس، مثلا ان هم يرفضونا لو احنا قلنا لهم لا، مع ان عادي ان هم يرفضونا، يعني الدنيا ما بتقفش على حد، بس احنا بنواجه المخاوف دي ان لا، احنا مش عايزين نبقى لوحدنا، احنا مش عايزين الناس ترفضنا وتقول ان احنا انانيين. يعني دي مش انانيه خالص، وهنيجي للموضوع ده في اخر الفيديو هتكلم فيه. ده مش انانيه خالص، بالعكس، احنا بنبقى محتاجين ان احنا نفكر في نفسنا شويه وندي احتياجاتنا احنا اولويه اكتر من الناس. وبرضه الاحساس بالذنب، اللي هو انا مثلا كهبه لو ما بديتش الناس عليا على اولوياتي انا الشخصيه هبقى حاسه بالذنب جدا، وافكر ان هو انا ليه انانيه كده وانا ليه بعمل كل ده وحاجات ملهاش علاقه خالص بالذنب اصلا. انا مش عارفه انا ليه بفكر ان انا حاسه بالذنب او ان انا ظالمه الشخصيه دي ليه. وسبب تاني برضو اللي هو احنا بنبقى عايزين نرضي الناس كلها، بنبقى عايزين كل الناس راضية عننا وبتحبنا وبيقولوا ده بيعمل وده بيسوي، ولما يجي سيرتنا مثلا في الكلام يقولوا ده بيعمل لنا كذا وبيبدي نفسه علينا، والعكس بيبدينا على نفسه وكل الكلام ده. واعتقد يا جماعه ده بيبقى مرهق جدا لينا كنفسيه، او تفكيرنا ما بنبقاش عارفين اصلا هل احنا بنحب كذا، هل احنا عايزين كذا. احنا نفسنا ما بنبقاش عارفين نفسنا. خلاص انت نفسك قدامك انت مش عارفها، مش عارف هي بتحب ايه، بتكره ايه، تفضيلاتها، لان انت عارف الناس كلها بتحب ايه لكن انت مش عارف انت بتحب ايه، لان انت عمرك ما حطيت نفسك اولويه. واعتقد ده بيبقى ليه علاقه بالتربيه شويه، لان احنا اهالينا بتربينا ان لا، لازم نساعد الناس كلها، ولازم ان احنا نبقى مصاحبين ناس كتير قوي ومعاها وبنحبها واحنا ده بناخده بناحية تانية. دي طبعا حاجة كويسة جدا، لكن احنا بناخدها بحتة تانية ان احنا لازم نخلي الناس هي اللي اولوية مش احنا. لكن العكس، المفروض ان احنا نساعد الناس كلها ونحب الناس كلها ونصاحب ناس كتير ونعمل لنا زمايل وعلاقات، بس برضو ما نجيش على نفسنا عشان حد. بالنسبة لنا نفسنا دي اولوية، بعد كده الناس تيجي بقى مركز تاني. المفروض انت بتبقى الاول، بعد كده الناس تفضيلاتها هي عايزة ايه بقى وبتحب ايه. ازاي ابدأ اختار نفسي؟ اول حاجة انت محتاج تعملها ان انت تقعد مع نفسك كده بهدوء وتسألها هي بتحب ايه. يا جماعة اقعدوا مع نفسكم واسألوا نفسكم انتوا بتحبوا ايه، عشان تبدأوا تعرفوا نفسكم وتعرفوا تفضيلات نفسكم، بتحب ايه وبتكره ايه وكل الكلام ده. اسألوا نفسكم هي فعلا عايزة ايه. اسأل نفسك هل انت فعلا عايز الشغل اللي انت فيه ده دلوقتي، ولا انت مجبر عليه بسبب ما. اسأل نفسك هل الدراسة اللي انت بتدرسها دلوقتي ده اللي انت فعلا عايزه، ولا ده انت مجبر عليه برضو بسبب ما. لما تسألوا نفسكم وتعرفوا انتوا فعلا عاوزين ايه ومحتاجين ايه وبتحبوا ايه، اعرفوا تقولوا لا باحترام. ما تبقاش قليل الذوق وما تبقاش قليل الاصل، والناس تحس ان انت بقيت بتتكبر عليهم لان مش ده اللي هما كانوا واخدين عليه منك. لا، انت تتعلم ان انت تقول لا، تكون باحترام وبذوق، وتحط حدود واضحة، اللي هو لا يا جماعة انا مش هعمل كذا، لا يا جماعة انا مش هسوي كذا. خصصي وقت لنفسك كل يوم، اعملي حاجة انت بتحبيها، اقعدي مع نفسك شوفي كده انت بتحبي ايه واعمليه. خصصي وقت كده لنفسك كل يوم، خلاص انا عندي مثلا من الوقت ده للوقت ده انا هعمل حاجة انا اطلع فيها طاقتي، اعرف فيها انا بحب ايه اللي حياتي انا الشخصية محتاجاه ان انا اعمله، واعملي ده وتعودي على ده. وما تستنيش موافقة الناس على قراراتك الشخصية او قرارات حياتك، لا، ما تستنيش موافقة حد. انت خلاص عارفة حياتك، طالما محتاجة كذا اعملي ده،
اعملي كذا، وما تستنيش ان الناس تقولك لا اعملي، لا ما تعمليش، لا انت محتاجه ده. انت نفسك اللي عارفه انت محتاجه ايه. احنا بنضيع وقت كبير قوي من حياتنا واحنا بنحاول ان احنا نكسب الناس ونحببهم فينا، واحنا مش محتاجين نعمل كل ده. ناس كتير بتضيع وقت كبير جدا من عمرها وهي بتحاول تكون النسخة اللي اهلها عاوزينها مش اللي هي عاوزاه، اذا كان بقى تعليم، اذا كان تخصص دراسي معين، اذا كان رياضة معينة هم مش عاوزين يتعلموها بس اهلهم بيجبروهم انهم يتعلموها، اذا كان جوازة هم مش عاوزينها، اذا كان شغل. في ناس كتير جدا تقولك انا مش عايزه اشتغل الشغل ده بس اهلي مش موافقين، اهلي يقولوا لي لا ده تخصصك انت المفروض تشتغل كذا. معرفش ليه بصراحة. ناس تانية بتعمل برضو نفس الكلام مع صحابها او المجتمع، بيدوروا على النسخة اللي صحابهم او المجتمع عاوزينهم فيهم وهم مش كده، بيحاولوا بقى يغيروا من نفسهم ويبقوا نفس النسخة اللي زمايلهم او المجتمع محتاجينها وهم مش كده خالص. وده بيوصلهم دايما لمرحلة ان هم ما بيبقوش عارفين نفسهم، ما بيبقوش عارفين هم عاوزين ايه. لما حد بيجي يسألهم مثلا عن اي حاجة دايما بيبقى على لسانهم كلمة مش عارف. وصل لمرحلة ان هو حتى مثلا لو خارج صحابه مثلا بيسألوه هنخرج فين، اقترح لنا مثلا، مش عارف. طب هناكل ايه، برضو مش عارف، لان هو متعود ان الناس بقت هي اللي بتقرر له خلاص، مش هو اللي مش بيقرر لنفسه، مش بيبقى عارف هو عايز ايه، بيحب ايه، لا خلاص هو ما بقاش عارف هو عايز ايه. لما تغير رأيك وتبطل تفضل الناس على نفسك، ناس كتير جدا هتزعل منك ومش هتتعامل معاك تاني. ودي نقطة مهمة جدا حابة ان انا اتكلم فيها. لما تبدأ تحط حدود وتختار نفسك مش كل الناس هيعجبها ده. في ناس كتير كانت مستفيدة انك بتوافقي على كل حاجة ومش بتقدري تقولي لا. ولعلمكم اختيار نفسنا مش قرار بناخده كده اول ما بنقوم من النوم خلاص هنختار نفسنا النهاردة. مش بنقوم كده الصبح نقول صباح الخير انا النهاردة هتغير وهبدأ احط حدود لنفسي وهقول للناس اللي دايما بتستنزفني دي لا انا خلاص هتغيرت. لا مش ده اللي بيحصل خالص. الموضوع بيبدأ لما احنا بنبدأ ننهي او نبدأ نغير قراراتنا من الحاجات اللي احنا عارفين ان هي بتأذينا بس احنا بنجبر نفسنا ان احنا مكملين فيها. لما تبطلي مثلا تجبري نفسك على علاقة انت عارفة ومتأكدة ان هي مؤذية في حياتك بس مع ذلك انت مكملة فيها اجبار، انت بتجبري نفسك ان انت هتكملي في العلاقة دي وانت عارفة من جواكي ان هي مؤذية وان هي دايما مخلياكي مش مرتاحة نفسيا ومش مبسوطة. لما انت تبدأ ان انت خلاص ترفض ان انت تنزل تقعد في قعدة انت عارف ان هي بتأذيك نفسيا وبتخليك بني ادم اوحش بكتير من اللي انت عايزه، مع ذلك برضو بتجبر نفسك وبتنزل لان انت خايف ان اصحابك دول يقولوا عليك مثلا ده بيتكبر علينا، ده مش عايز ينزل يقعد معانا تاني، ده لا، انت بتوقف كل ده وتبدأ تقول انا خلاص انا مش هعمل كده تاني، انا مش هنزل. لما تبدأ تدي لنفسك راحة من غير تأنيب الضمير. احنا لو حطينا تأنيب الضمير ده بس كده على جنب احنا كل حاجة هتبقى كويسة. احنا ضميرنا دايما بيوجهنا للحاجات الغلط، معرفش ليه. انا بنتشل نفسي من حاجة انا عارف انها بتأذيني مع ذلك ضميري بيأنبني من غير اي سبب. لما نسامح نفسنا على اخطاء زمان اللي احنا عملناها وندي لنفسنا مساحة ان احنا نتخطاها، ده برضو بتبقى بداية حلوة جدا ان احنا بنبدأ نختار نفسنا. لان احنا دايما حاطين في دماغنا ان احنا وحشين جدا من السبب اللي احنا كنا بنعمله زمان ايا كان بقى احنا كنا بنعمل ايه، برضو ده حاجة مهمة جدا. ولما بنقرر نختار نفسنا ونبدأ فعلا نعمل كده ده بيبين لنا مين في حياتنا فعلا بيحبنا ومش بيبقى كلامه خلاص. لان عمر ما هيكون في حد بيحبك وشايفك بتأذي نفسك وبتتعبها وبيكون مبسوط. الشخص اللي بيحبك فعلا هتلاقيه دايما بيدعمك وبيحترم حدودك وهتلاقيه دايما عايزك افضل نسخة من نفسك وواقف جنبك وبينصحك لما يشوفك بتودي نفسك في داهية. اما اللي عايزنا دايما متاحين وموافقين على كل حاجة حتى لو احنا بنأذي نفسنا وبنجبر نفسنا على حاجة احنا مش عايزينها، ده مش بيبقى فارق معاه خالص ومهم نفسه، مهم هو بيستغلنا ازاي، ده بني ادم مش بيحبنا خالص. الاشخاص اللي زي دي عمرها ما حبتك، هي بس كانت بتحب المصلحة اللي بتاخدها منك ايا كان بقى شكل المصلحة دي ايه، معنوية مادية نفسية ايا كانت، مش فارقة كتير. في ناس تانية بقى بتفكر ان هي مش مهم اساسا ان هي تكون مرتاحة، مش مهم ان هي تحس بالراحة في حياتها او ان هي بتستحق ده مش بيبقى مهم عندها خالص. المهم عندها ان هي مثلا تخلص الشغل الاول بعد كده تبقى ترتاح. هتقعد النهاردة في الشغل 3-4 ساعات زيادة على الساعات الاساسية بتاعتها وبعد كده تبقى ترتاح. لما انجح هبدأ احس بنفسي، هبدأ اهتم بنفسي، هبدأ اشوف انا عايز ايه، بس لما انجح، لما اوصل للي انا عايزه، لما كل اللي حواليا يكونوا مبسوطين هبدأ افكر في نفسي.
بس المهم هما يكونوا سعداء جدا وعايشين حياتهم بكل اريحيه. وبعد كده انا هبدا ابص لنفسي واشوف انا محتاجه ايه وعايزه ايه واولوياتي في الحياه ايه. وكأن فكره الراحه دي بتبقى كتيره جدا علينا واننا اصلا ما نستحقهاش. واعتقد طريقه التفكير دي حاجه صعبه جدا ومؤذيه للبني ادم وقادره انها تستنزفه بسرعه قوي. هيلاقي نفسه مع الوقت مش عارف هو بيعمل ايه ولا بيعمل لمين ولا هو فين اصلا في الحياة. لكن الحقيقة ان احتياجنا للراحة والاهتمام بنفسنا ده واجب علينا اصلا، ده حق علينا لازم نهتم بيه ونهتم بتفاصيله زي ما بنهتم بحاجات تانية كتير جدا. واكبر خسارة لينا ان احنا نبدأ نعيش حياة مش شبهنا ومش بتاعتنا. ممكن ننجح في شغل احنا مش حابينه خالص، بس نبقى فيه مثلا مديرين، نبقى فيه بوزيشن كبير، بس احنا مش حابين الشغل ده ومش عاوزينه اصلا، مش هو ده اللي كنا بنحلم بيه. وبنبدأ بقى نحس بالفراغ بسبب ده، احنا خلاص مش حابين ده ومش حابين نعمل كده، وفي نفس الوقت احنا ناجحين فيه ومش عارفين نسيبه. بنبدأ بنحس بفراغ جوانا مش طبيعي. النجاح الحقيقي مش ان احنا نوصل في المكان وخلاص، لا احنا نوصل في المكان اللي احنا عاوزينه وبنحبه. موضوع الأنانية بقى دايما بيجي في دماغنا ان احنا لو اخترنا نفسنا عن الناس او لو حطينا نفسنا الاول احنا كده انانيين جدا. اختيار نفسنا يا جماعة عمره ما كان انانية. الانانية ان احنا ما نسألش في نفسنا، ما نسألش احنا عاوزين ايه، ما نسألش هل احنا حابين اللي احنا فيه ده دلوقتي ولا لا. الانانية انك تسيب نفسك خالص وما تسألش فيها وتسيبها كمان تضيع عشان بس ترضي الناس. اختيار نفسك هو انك تسمع صوتك وسط كل الاصوات اللي حواليك وتديها نفس الحب كمان اللي بتديه للناس تانية، مع ان انت اصلا اللي محتاج الحب من نفسك مش الناس التانية. دايما بشوف ناس بتقسى على نفسها قوي قوي بالكلام وبالافعال، وان هي بتعاقب نفسها كمان اللي هو لا انا مش هعمل كده عقابا لنفسي. والله بشوف كده وبيجوا بقى مع الناس التانية بيعملوا لهم كل حاجة. طب يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ بجد بتعملوا ايه؟ لازم نفكر في نفسنا ونحب نفسنا ونديها نفس الاهتمام اللي احنا بنديه لناس تانية، لان احنا لما بندي اهتمام لنفسنا ده بيعود علينا بحاجة احسن. الاهتمام اللي احنا بنديه للناس مش عارفين هل هو هيعود باهتمام برضو منهم زي ما احنا بنهتم بيهم ولا لا، لكن لما بتدي الحاجة الحلوة لنفسك تعرف ان ده العائد بتاعها عليك برضو بيبقى احسن. لانك لو فقدت نفسك وانت بتحاول تكسب اللي حواليك هتكتشف في الاخر انك فقدت اهم حاجة في حياتك وهي نفسك. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يعجبكم. ولو في حاجة تانية حابين ان احنا نتكلم فيها اكتبوها لي في الكومنتات وان شاء الله هعملها في الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتبعتوا الفيديو لاصحابكم وقولوا لهم بقى كفاية كده، اهتموا بنفسكم شوية واختاروها الاول. وبس كده، سلام.